صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا محشي من غير لحمه ولا فراخ. تمام، عشان الغلو بتاع الاسعار. انا جبت كرنبايه كده وقطعتها وسلقتها. اللي انا بفردها دي دلوقتي اللي هي مش متقطعه دي، اللي هو بيبقى الاخضر اللي بره، دي هفرشها في الارض بتاعت الايه اللي هلف فيها، ارض الحله اللي هلف فيها. ودي طماطم ضربتها في الخلاط وحطيتها كده تغلي زي ما انتم شايفين لغايه اما الميه بتاعتها كلها تتبخر. وبعد كده هقول لكم هعمل فيها ايه. انا حطيت عليها نص معلقه سكر ماشي عشان الحموضه. والرز هنا غسلاه وسايباه. تمام. وده فلفل وده بتنجان هعمله جنب الكرنب. وده البصل اللي هقطعه على الخلطه. ودي الخضره. تمام. الخضره دي ايه؟ بقدونس وكزبره وشبت. تمام. دلوقتي كده ايه الطماطم بعد ما اتشربت الميه، بصوا بقت تقيله ازاي، بقت صلصه. شربت الميه وتقلت وبقت حلوه معايا. ايه، بقت مركزه. هي كانت الاول ماليه الحله، دلوقتي ايه، هبطت كده خالص. انا حطيت عليها ايه؟ حطيت عليها توابل محشي. وحطيت عليها مرقه وملح وفلفل وكمون وسنه جنزبيل، سنه بسيطه خالص كده جنزبيل، وسنه قرفه بسيطه. الحاجات دي كلها اختياريه. عايزه تحطي شويه ملح وفلفل بس ماشي، مش عايزه براحتك. ورحت حطيت عليها البصل وقلبتهم في بعض كده. وحطيت زيت برضو، يعني حطيت زيت في الخطوه دي. تمام. مع التوابل ومع البهارات ومع الملح ومع المرقه حطيت شويه زيت وحطيت البصل. هسيب بقى البصل كده يدبل شويه مع الدمعه. اول ما يدبل شويه كده يعني يبقى ما يبقاش قاسي، يبقى طري. تمام. هقوم بقى ايه، اسيبه شويه. اول ما يدبل اقوم نازله عليه بالرز اللي انا غسلاه. انا منقيه الرز وغسلاه ومنضفاه ومصفياه من الميه. تمام. هنزل عليه بالرز كده. هو بعد ما البصل دبل، يعني انا قعدته 5 دقايق او 4 دقايق بالظبط كده. هو الرز ده اهو مغسول ونضيف ومتنقي وزي الفل ماشي. وبعد كده هنزل بقى بكميه الخضره كلها. عايزه تقللي الكميه دي، انا حاطه كميه كبيره، احنا بنحب الخضره كتير. عايزه تقللي الكميه براحتك، الحاجات دي كلها اختياريه. تمام، على حسب ما بتحبي. بالنسبه بقى لنص معلقه السكر اللي انا حطيتها على الصلصه قبل ما تغلي، انا حطاها ليه؟ عشان خاطر التسبيكه دي بتعمل حموضه. نص معلقه السكر دي مع الصلصه ما بتعملش حموضه. تمام. انا جربتها كذا مره ويعني انا بقول لكم على طريقتي، يعني كل واحد حر في طريقته. انا بعمل كده الخلطه دي. تمام. بعملها للكرنب وبعملها للورق العنب. انما لما بعمل بتنجان لوحده او فلفل لوحده، بعملها ني في ني زي بتاعه اللي هي بتاعه الممبار. تمام. كده بعد ما الخلطه قلبتها طفيت عليها على طول، يعني اول ما حطيت الرز والخضره طفيت عليها على طول. تمام. هي اتشربت كده مع نفسها وبقت كده كلها حته واحده زي ما انتم شايفين، ولا فيها ميه ولا فيها حاجه. ودي الحله دي مكان الخلطه. رحت حطيت بقى الايه، قفلت النار طبعا وفرشتها. فرشت تحت كده اللي هو الورق اللي هو بيبقى الاخضر اللي بره ده، ما برميهوش، بفرشه تحت كده عشان المحشي ما يلزقش في القعر. تمام. لو ده لزق عادي يعني بنشيله ونرميه، انما الصوابع عشان ما تبوش. دي بقى الصلصه، اللي قصدي الشوربه اللي انا هسقي بيها المحشي. عباره عن ايه؟ دي ميه ما تستغربوش. ميه ومرقه وكمون وفلفل وبابريكا. تمام. تاني هقولك، ميه ومرقه وكمون وفلفل وبابريكا. تمام. هسيبهم يغلوا على النار. اول ما يغلوا اهم كده غلوا. تمام. كده يعني بتدي طعم المرقه العاديه. تمام كده. وده المحشي بعد ما لفيته حطيت عليه حته سمنه من فوق، انا بحبه كده قبل ما اسقيه. وده الفلفل والبتنجال برضو بحط عليه حته سمنه من فوق. لو عندك زبده اللي هي الزبده الفلاحي حطي حته برضو بتبقى طعمها تحفه، بس انا ما عنديش الصراحه فرحت حاطه سمنه. بس كده. لما باجي بقى ازقي السخونه بتاعه الشوربه اللي هي المرقه اللي انا عملتها، اللي هي من غير لحمه ولا فراخ. تمام. في ناس بتجيب ماسوره، لو انت عايزه تجيبي ماسوره عادي. انا يعني حسيت فيها استغلال شويه، بعد ما كانت ب10 بقت ب30، فما رضيتش اجيبها الصراحه. بس وعلى فكره المحشي بيطلع تحفه.
يعني ما تقولش ان هو قرديحي فبيطلع وحش، لا بيطلع تحفه والله. او كده بعد ما اتشرب تحفه، مش قادره اقولك يعني ما فيش فرق بينه وبين اللي مزق بشوربه او مزق بشوربه فراخ او شوربه لحم. وهو يعني حاجه اقتصاديه، وفي نفس الوقت يعني ما حرمتيش نفسك من حاجه لازم لها لحمه او فراخ. لا يعني انا هاكل محشي ومش لازم لحمه وفراخ، عادي جدا. اهو في الاخر اهو بعد ما غرفته، اللي هي اللي موجوده في جنب الطبق دي مش عارفه اسمها بطه تقريبا، انا بحبها يعني، ماما هي اللي معوداني عليها الله يرحمها. وكده بعد ما غرفت بقى ولفينا وظبطنا كل حاجه، وخلاص كده بقى عايزاكم لو استفدتوا من الفيديو تشيروه وتلايكولي، وانا بقرا كل تعليقاتكم. وميرسي ان انتوا وصلتوني ل4000 متابع على الفيسبوك. وباي.